سبب طلاق أحمد سعد وعليا بسيوني. خبر أحمد سعد نزل على صفحته وقال لك إيه؟ مراتي اللي هي كانت مراتي عليا بسيوني انفصلت عنها، وهي بالتالي ما كنتش مديرة أعمالي في الشغل والكلام ده كله. أول حاجة المفروض أصلا الواحد لما يتجوز فنان، يعني لما يكون متجوز ما يخليش مراته وكيلة أعماله. ليه بقى؟ عشان في أعمال هي هتقولك هتحكم رأيها فيها، ما تعملش دوت ما تعملش دوت والكلام ده كله. أحمد سعد اتجوز كذا مرة، منها سمية الخشاب، منها أم ابنه معرفش اسمها إيه، وعليا بسيوني جابت له البنت. كذا مرة ينفصل عنها ويرجع لها، ينفصل ويرجع لها والكلام ده كله. بس أحمد سعد غلطان إن هو خلاها مديرة أعماله. وسبب انفصالهم إن هي حكمت رأيها في شغل معين أو حفلة معينة، وأحمد سعد ما كانش الحفلة دي عايز يروحها، وهي قالت له الحفلة دي أنا اتفقت وخدت عربون والكلام ده كله، وأحمد سعد قال لها أنا مش هروح. وكده حصلت قرار انفصال بينهم، أحمد سعد وعليا بسيوني انفصلوا رسميا، وهو تخلى عنها كوكيلة أعمال ليه. بعد كده أي فنان يتعلم من قصة أحمد سعد وعليا بسيوني إن هو ما يخليش مراته مديرة أعماله. كل بقى زوجات الفنانين ولا زوجات اللعيبة والكلام ده كله هتقول أنت بتقطع فينا ليه والكلام ده كله. انتوا ليكوا دماغكوا، دماغ المطبخ، دماغ التربية مع الأولاد والكلام ده كله، دماغكم مش في الشغل. الشغل ده للرجالة أقسم بالله. هي هتقول لك اعمل حفلة فلانية ولا اعمل الأغنية الفلانية ولا اعمل مسلسل فلاني، ما تعملش الأغنية الفلانية. هيحصل فيه مشاكل وإيه وجهات نظر، والمشاكل هنا هتبقى إيه؟ انفصال، أنت ما بتحبنيش، أنت كذا أنت كذا، ويحصل انفصال زي كل مرة. بعد كده محدش يخلي زوجته مديرة أعماله. بس كده، يلا بينا. إزاي محمد رمضان بقى أغنى ممثل أجرا، أعلى أجر؟ ازاي محمد رمضان بقى اعلى اجر بين الممثلين كلهم، زي محمد امام، احمد العوضي، الكلام ده كله. وراجع هو في مسلسل في رمضان الجاي 2027 هياخد 250 مليون جنيه، اي يعادل 5 مليون دولار. ليه هو عمل كده؟ وليه المنتجين بتدفع فيه الرقم دوت؟ عشان المنتجين اولا بتدفع فيه الرقم ده عشان عارفين ان هم هياخدوا من وراه فلوس كتير ومصلحة كتير. ما تقولش بقى ليه دوت اعلى اجر والكلام ده كله. محمد رمضان ثانيا، محمد رمضان ذكي. ليه ذكي؟ علشان هو بيعمل اغاني، بيعمل ترندات، بيتخانق مع اي حد. الناس على طول ايه في السيرش بتاع السوشيال ميديا؟ محمد رمضان محمد رمضان محمد رمضان. اي حاجه مسلسل يعمله، فيلم، اغنيه، الناس هتشوفها ايه اللي حصل، ايه الكلام ده كله. عشان كده محمد رمضان ذكي. ذكي ان هو بيعمل ترندات، بس المفروض في ترندات بتخونه والكلام ده كله، المفروض هو يركز فيها. بس محمد رمضان ذكي ان هو قال لك انا هعمل فيلم عالمي زي فيلم اسد اللي هو ينزل يوم 14 الجاي. الفيلم ده هيكسر الدنيا وكده، اجري في المسلسلات هيعلى. هو كان مأجل المسلسلات عشان يعمل الفيلم ده، علشان أجره يعلى، عشان الفيلم ده هو شايفه من وجهة نظره إن هو فيلم عالمي. والصراحة فيلم هيكسر الدنيا. وأنا الحمد لله عامل مشاهدين في الفيلم. كنت إيه عند الشيخ العمدة، شيخ العمدة في المسلسل والكلام ده، كنت غفير، ومحمد رمضان جاي يتخانق معاه ومسكته أنا والزميل إيه، وأنا زميلي يعني أنا وزميلي قريناه على السلم وربطناه في الحصان والكلام ده، وكلوزات وحاجات إيه حلوة. بس محمد رمضان ذكي إن هو إيه بيعمل ترندات وبيغني وبيمثل في نفس الوقت. الاتنين دول يعني صعب حد يعملهم الاتنين مع بعض. يعني الاتنين دول لو عملتهم أضمن لك إن أنت هتبقى عامل زي محمد رمضان. بس إيه، خليك شطشط إيه شطشط الدنيا إيه في ترندات السوشيال ميديا. تلبس بتاع، تلبس كذا، تعمل كذا، الكلام ده كله. كده اضمن لك ان انت ايه هتعدي الفلنكات اقسم بالله. وهنا خلصت حلقتنا. اتمنى تكون الحلقه عجبتك. لايك واشتراك وانتظر كل جديد. يلا بينا.